السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هاعمل لكم الرز البسمتي بطريقة المطاعم. إن شاء الله هاخليكِ ما تشتريهوش من برّه تاني، وهاعمل جنبه فراخ مشوية بطريقة جميلة جدًا هتعجبِك، وبإذن الله هتكون المكونات معانا. أنا هنا جبت الفراخ غسلتها كويس، ونضفتها كويس وغسلتها كويس زي ما حضراتكم شايفين، ما خليتش فيها أي حاجة خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وشايلة من هنا الحتة اللي هي بتبقى عاملة زي الكبدة يا جماعة ديّة بتدّي للفراخ زفارة، فباشيلها خالص ما باخلّيهاش، ونقعت الفراخ في مَيّة بسكر بملح بليمون لمدة ساعتين. بُصّوا اللهم بارك بسم الله ما شاء الله مش مخلية فيها أي حاجة. وباقطّعها بافتّحها زي ما حضراتكم شايفين كده عشان الشوي. وإن شاء الله هنا هنبدأ نقول على التتبيلة. هنا معايا بصل متقطّع، ومعايا حوالي كوباية كاتشب، وهنا معايا معلقة كركم ومعلقة بابريكا ومعلقة بهارات ومعلقة فلفل أسود، وهنا حوالي معلقتين عسل أسود، وهنا حوالي 3 طماطمات متقطعين، كوباية زبادي، نُص كوباية زيت أو ربع كوباية زيت يا جماعة، وهنا حوالي ليمونتين معصورين، وهنا معايا ملح أبيض ومعلقة ملح مبهّر. وإن شاء الله هنبدأ نضرب التتبيلة كلّها مع بعضها. هننزل بالبصل، وهانزل عليها بالطماطم، وهنا إن شاء الله هننزل بعصير الليمون، وهانزل عليهم بكوباية الزبادي، وهانزل عليهم بكوباية الكاتشب، وهنا هاضيف إن شاء الله الزيت، وهنا هانزل بالبهارات يا جماعة، اللي هو بابريكا وكركم ومعلقة بهارات ومعلقة فلفل أسود، وهنا الملح الملح المبهر. أنا كده خلاص يعتبر نزلت بالمكونات كلّها. وهنا أنا خلّصت زي ما حضراتكم شايفين كده ضربت كل المكونات مع بعضها، شايفين الألوان بتاعته جميلة جدًا، وهنا هانزل بالمعلقتين العسل، وهاقلّب المكونات كويس مع بعضها. شايفين اللون جميل جدًا الألوان بسم الله ما شاء الله بتاعة التتبيلة تحفة. وإن شاء الله هنبدأ نتبّل الفراخ مع بعض. لازم ندخّل التتبيلة في كل مكان يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا بادخّل التتبيلة في كل مكان، باحاول إن أنا أدخّلها في كل مكان يا جماعة، علشان بتدّي الفراخ طعم حلو لمّا بتشرب منها كويس. شايفين؟ أنا هاعمل معاكم كمان واحد، وإن شاء الله هنشوفها مع بعض بعد ما أخلّصها تتبيلة كلّها. زي ما حضراتكم شايفين كده. أهم حاجة إن التتبيلة تخش في كل مكان في قطعة الفراخ. وهنا دي الصينية معايا أنا حطيت فيها حبة من التتبيلة من تحت، دي الصينية اللي أنا هارُص فيها الفراخ يا جماعة. أنا إن شاء الله هابيّت الفراخ ليلة كاملة في التلاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا كده خلّصت التتبيلة خلاص، تبّلتها كلّها وخلّصتها، وإن شاء الله هنبيتها في التلاجة ليلة كاملة تشرب من التتبيلة كويس. كل ما بتغيب بالتتبيلة كل ما بيبقى طعمها جميل جدًا، وبإذن الله هنشوفها بإذن الله وإحنا بنجهّزها. وهنا يا جماعة تاني يوم بعد ما طلّعتها من التلاجة،
زي ما حضراتكم شايفين كده، هي كده اتبلت كويس جدا، بيتت ليلة كاملة. انا هنا هنزل كل التتبيلة بقى من على الفراخ، وانا جايه ادخلها الفرن انا بنزل كل التتبيلة اللي عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. بطلع كل، هي خلاص خدت الطعم منها، فانا ما بسيبش اي حاجة من التتبيلة خالص فيها. ده كله انا هنزله تحت في الصينية اللي هحطها فيها، هيبقى تحت الفراخ اصلا. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بحاول ان انا اطلع كل التتبيله كلها لان هي خلاص كده كده خدت من الطعم خلاص. فبشيل كل الحاجات ديت، ما بسيبش اي حاجه من التتبيله فيها. وهنا خلاص بعد ما خلصتها تنظيف من التتبيله كويس، رصيتها في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين. وان شاء الله هخش بيها فرن على درجه حراره 200، وهنشوفها بعد ما تستوي ان شاء الله. وان شاء الله على ما الفراخ تستوي يا جماعه هنعمل مع بعض الرز البسمتي. انا هنا حطيت حله على النار، ونزلت فيها بالزيت، ونزلت بمكعبين زبدة. وهنا ان شاء الله معايا بصلتين مفرومين ناعم في الكبة زي ما حضراتكم شايفين. انا فرمهم كويس في الكبة، أنا منعماهم. ده بيدي الرز البسمتي طعم جميل جدا والله. لو جربتيه بالطريقة بتاعتي بإذن الله مش هتشتريه من بره تاني، مش هتشتريه من اي مطاعم تاني. انا يا دوب هدبل البصل يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين. وهنا ان شاء الله هنزل عليها بفصين توم مهروسين، وهنزل عليها بورق لورا، وهنا قرفة عيدان قرفة، وهنا ليمون ناشف. زي ما حضراتكم شايفين كده هنقلب كويس مع البصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا معايا بهارات الرز البسمتي زي ما حضراتكم شايفين نزلت بيها. هنقلب شوية مع البصل، هنقلبها حبة بالبصل، وإن شاء الله بإذن الله هننزل بالرز بعد ما نسيبها حوالي 3 دقايق أو دقيقتين 2، وبعد كده بنزل بالرز عليها. أنا هنا هنزل بحبة كركم يا جماعة عشان يدي لون حلو معايا للرز. الرز هنا انا كنت غسلاه كنت نقعاه، يعني غسلاه ونقعته حوالي نص ساعة في المية يا جماعة، وبعد كده صفيته من المية. يعني ده انا كنت نقعاه بقاله حوالي نص ساعة بالظبط في المية. وهنقلب كويس الرز كويس مع المكونات. الريحة تحفة يا جماعة، جميلة جدا. ريحة البهارات مع الحاجات اللي احنا حطيناها جميلة جدا. وان شاء الله هنا هننزل بمكعب شوربة. احنا بنقلب الرز يا جماعة حوالي 5 دقايق بالمكونات ديت، وبعدين بننزل بمية سخنة كويس، تكون سخنة كويسة. كده ان شاء الله هو جاهز معايا ان انا انزل عليه بالمية بتاعته. ولكل كوباية رز يا جماعة كوبايتين مية، يعني بالظبط كل كوباية رز انا حطيت لها بالظبط المعيار بتاعها كوبايتين مية. وان شاء الله اول ما يبدأ يغلي يا جماعة هتهدوا عليه النار، وهسيبيه على نار هادية بإذن الله لحد ما يستوي.
هنا الحدق بتاعه معايا تمام مظبوط ان شاء الله. ايه، وهنا الفراخ بعد ما استوت وطلعت، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الجمال وشايفين الالوان بتاعتها عامله ازاي، والريحه ما اقولكوش، يعني الريحه تحفه بجد. ولا تقولوا لي بقى فراخ بتاعت مطاعم ولا اكل مطاعم ولا الكلام ده كله. انت ممكن تعملي كل حاجه بايديكي في البيت، وحاجه نظيفه وحاجه جميله جدا، بدل ما تشتري كل حاجه من بره، لا انت تعملي بايديكي. وهنا الرز معانا بعد ما استوي، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الجمال، بصوا الرزايه مفلفله وعامله ازاي معايا، والريحه تحفه، الريحه جميله جدا بجد يا جماعه والله العظيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده يعني، ولا تقولوا لي مطاعم ولا أكل مطاعم، وحاجة أنت عاملاها بإيديكي. بصوا الرز نازل بسم الله ما شاء الله مفلفل ازاي، جميل جدا. يعني اكن انا عملت، يعني حبيت ان انا يعني احسس ولادي ان انا جايبه لهم الاكل ده من مطاعم، بحيث يعني يبقوا مبسوطين. بصوا انا فردته في صينيه بعد ما غلفتها كويس بورق الفويل. شايفين بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفه جميل جدا. احنا بنطلع منها القرفة العيدان والورق اللورا والحاجات اللي احنا كنا حاطينها، بنطلعها من الرز عشان ما يبقاش في حاجات قدام اللي بياكل. وهنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك على المنظر وعلى الجمال. هنبدأ نرص عليها بقى الفراخ. يعني شايفين منظر الفراخ تحفة بجد، تحفة بجد مع مع الرز البسمتي اللي يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجمال، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني حاجة تحفة، وأفضل وأنضف من حاجات المطاعم. وهنا أنا عملت جنبها سلطة الدقوس، وعملت جنبها طحينة، وعملت جنبها سلطة خضراء. هنا دي سلطة الدقوس يا جماعة، واللي عايزة تعرف المقادير بتاعتها تبقى تقول لي تكتب لي في الكومنتات، وأنا هقول لها إن شاء الله الوصفة بتاعتها والمكونات بتاعتها. بسم الله ما شاء الله على ريحتها وعلى جمالها. وهنا المنظر بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني شايفين الرز مفلفل ازاي، الرز روعة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تشاروا الفيديو عشان أكبر قدر من الناس يستفاد منه. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.